ده دليلك الشامل ازاي تختار مكمل البري ورك اوت بتاعك صح. وهقول لك في الفيديو ايه الحاجات اللي انت بتاخدها وفاكر ان هي بتديك طاقه قبل التمرين وهي في الحقيقه مش بتديك طاقه، وايه اللي تاخد بالك منه وانت بتشتري وتنقي البري ورك اوتس من بعض عشان ما تتغفلش، وبتاع المكملات اللي بيبيع لك ما يغفلكش. هجيب ستريت الفياجرا في النص. خليك فاكر ان ده مش مجرد فيديو، دي خطوه جديده في طريقك عشان ما تبقاش لمبوطه، فكمل الفيديو للاخر. رقم واحد، الامينو. زمان كنا بنقرقش كام حبات امينو قبل ما نخش التمرين وكنا فاكرين ان ده بيدينا طاقه. الحقيقه ان ده مش بيدينا طاقه ولا حاجه، ده بيديك احساس بالوهم اسمه البلاسيبو. وعشان اشرح لك ايه هو احساس الوهم ده هقول لك بيعملوا بيه ايه في الدراسات اللي بتتعمل خاصه على بتوع المكملات. امتى نعرف ان مثلا الكرياتين ده ممكن يزودنا عده او عدتين في التمرين؟ يجيبوا 3 مجموعات، اول مجموعه بيديهم كرياتين، تاني مجموعه مش بيديهم حاجه خالص، تالت مجموعه بيديهم باودر شبه الكرياتين بس هو ملهوش اي فايده او اي ضرر، وبيقولوا لهم ان ده كرياتين. اول مجموعه طبعا بيظهر عليها فوائد الكرياتين وان هي ممكن تجيب عده او عدتين او 3 في اخر التمرين، حلو قوي. تاني مجموعه اكيد مش هيبان عليها فرق لان هي اصلا ما خدتش كرياتين. تالت مجموعه ممكن يجيبوا عده زياده مع انهم اللي خدوه ده مش كرياتين، ده باودر ملوش اي لازمه كانهم خدوا دقيق. بس ده هو احساس الوهم، انا فاكر ان انا اخدت حاجه ممكن تديني طاقه فهزق عده. نرجع لموضوعنا بقى، الامينو. اللي كانوا بياخد امينو اللي انا كنت منهم زمان كنا نقرقش حبايتين 3 امينو قبل ما نخش التمرين، كنا ممكن نحط اداء شويه بس ده احساس بالوهم مش اكتر. الامينو مجرد احماض امينيه، الاحماض الامينيه نوعين، نوع اساسي ونوع غير اساسي. حبايه الامينو بيبقى فيها الاحماض الاساسيه، دي ملهاش اي علاقه بان هي تديك طاقه قبل التمرين. نخش على تاني حاجه، بار الحلاوه. على ايامي بار الحلاوه ده كان النكست ستيب بعد الامينو. طبعا مش محتاج اقول لك ان هو ما كانش بيفيدني، بالعكس ده كان بيضرني، بس المدرب بتاعي ايامها كان بيقول لي لازم تاخد حلاوه قبل التمرين عشان تشيل اوزان اعلى. طيب فايدته ايه واضراره ايه؟ فايدته ان هو هيديك طاقه في اول 10 دقائق او ربع ساعه. الانسولين سبايك او الانسولين اللي على مره واحده ده بيعلي لك فعلا الطاقه وممكن تأدي في التمرين بشكل احسن في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه بالكتير. ولكن زي ما الانسولين اترفع بسرعه هينزل بسرعه، فهتلاقي نفسك بعد ربع ساعه من التمرين في اوائل التمرين بتاعتك مهبط، اوزانك بتقل جدا، دايخ، مش قادر تكمل التمرين، فغالبا بتروح تمشي. طبعا انا ما جبتلكش لسه الدهون المهدرجه اللي بشكل كبير في الحلاوه، والسكر الابيض اللي بشكل كبير في بار الحلاوه، وسعراتها العاليه جدا. سواء انت بتنشف فانت كده استحاله تعمل عجز سعرات كبير، او بتبلك فانت كده دخلت في سكه الديرتي بالك، ففي الاثنين ما تاخدش حلاوه معاك، ده مش اصح اختيار ابدا ليك. نخش على اللي بعده، وطلع ترند اليومين دول بقى، مش هقول لك من 20 سنه فاتوا. بتجيب لك كوبايه ميه وعليها شويه عسل وشويه ملح وعصره ليمون وبتضرب، ويقول لك ان ده بيديك طاقه قبل التمرين، وهو ده البري ورك اوت البيتي المنزلي. ووفر فلوسك يا معلم. طبعا ده فساد. طب الميه وفهمناها، العسل جلوكوز وفركتوز وبيكسر في دمك بسرعه برضو، فبالتالي هيعلي الانسولين ويكسر، نفس مشكله الحلاوه او قريبه منها شويه، فمش صح. الملح مجرد ان هو هيديك بامب مش هيديك طاقه. بس الليمون بقى فايدته ايه؟ ملوش فايده. فبالتالي انت التركيبه دي كلها ملهاش لازمه، ما تعتمدهاش لان هي مش هتديك طاقه وهتضرك اكتر ما هتفيدك، زي مشكله العسل اللي قلت لك عليها. نخش على اللي بعده، المحبب لقلبنا كلنا ومفيش حد نزل الجيم ما خدهاش، كوبايه القهوه وصباع الموز. هتقول لي ايه دي كمان هبده زي اللي فاتوا؟ عايز اقول لك هي مش هبده قوي بس نص هبده. كوبايه القهوه مفروغ منها طبعا، يفضل ان انت تستخدم سكر دايت يا اما ما تستخدمش سكر خالص عشان ما تاخدش اضرار السكر. تمام، قفل نقطه القهوه على جنب. الموز مشابه للعسل وللحلاوه، نفس الكلام برضو بيعلي الانسولين بسرعه فهتهبط في التمرين، ده لو انت اخدت الوجبه دي كوجبه اساسيه قبل التمرين. طيب امتى الوجبه دي تكون مفيده مش مضره؟ لو انت خدت كارب كومبلكس قبل التمرين بساعه، رز، بطاطس، توست، خدت الكلام ده قبل التمرين بساعه، هيكسر في دمك بشكل ابطا فهيمدك بالطاقه في التمرين بشكل مستمر لحد اخر التمرينه. بس انت عايز زقه، فخد الموزه تديك زقه اول التمرين عادي مفيش مشكله، لكن تعتمد عليها اعتماد كلي لا. نخش بقى على المهم والمفيد، مكملات البري ورك اوت. اهم 4 عناصر دول بجد اللي هيفيدوك: الكافيين، البيتا الانين، السترولين، التاورين. الاربعه دول لازم يكونوا موجودين في اي مكمل بري ورك اوت، واحده فيهم نقصت كنسل يا معلم وشوف اللي بعده. الكافيين بيعزز التركيز والطاقه، البيتا الانين بيقلل التعب وبيحسن ادائك في التمرين بشكل كبير، السترولين بيوسع الاوعيه الدمويه وبيزود البام فتلاقي رؤك ناطره كده، ويفضل تجيب سترولين ماليت، هتلاقيه ما بين قوسين كده اسمه سترولين ماليت،
مركب المليط ده بيمدك بالطاقه اكتر. التورين بيقلل الاجهاد، بيساعد على التركيز، وبيقلل التشنجات بشكل كبير. ازاي بقى تختار مكمل البري ورك اوت صح؟ انا قلت لك اهم 4 عناصر لازم يكونوا موجودين في اي مكمل بري ورك اوت. فلما تروح تشتري المكمل ما تسمعش من الراجل اللي بيبيع لك، بص اقلب البري كده وبص على ارقامه. هتبدا طبعا تقارن السعر ما بين كل واحد واللي موجود فيه. ما في واحد موجود فيه 5 جرام سترولين، واحد موجود فيه 3 جرام سترولين، هتختار انهي؟ تختار ابو 5. واحد فيه 300 مللي جرام كافيين، وواحد فيه 150 مللي كافيين بس، فبالتالي ده ايه؟ نص ده. حتى لو ده اغلى هتلاقي اغلى حاجات بسيطه، فيبقى انت تختار ده ما تختارش ده. ركز بقى في اهم تريكايه في الفيديو كلها، وانا متاكد ان انت عمرك ما سمعتها من مدرب قبلي، لاني انا شخصيا قبل ما اكون مدرب وقبل ما افهم شويه في اللعبه دي كنت بتغفل وبيضحك عليا من اللي بيبيعوا مكملات بالحركه دي. هناخد الكافيين من ضمن البري ورك اوت كمثال. انا قلت لك هتقلب البري ورك اوت من ورا كده وتشوف ارقامه. لو لقيت ان ده 300 مللي جرام كافيين وده 150 مللي جرام كافيين، هتقارن السعر ببعض. حتى لو ده ازيد حاجه بسيطه فانت تختار ابو 300. ليه؟ لان ده احسن. ركز بقى في اللي جايه دي، خلي بالك من السيرف والسكوب بتفرق. هنا ممكن تلاقي ان السيرف ايكوال 1 سكوب. العلبه فيها كام سكوب؟ 30 سكوب. تكفيك قد ايه؟ تكفيك 30 يوم. لكن هنا هتلاقي ان السيرف 2 سكوب. العلبه فيها كام سكوب؟ 30 سكوب. هتكفيك كام يوم؟ 15 يوم. فبالتالي هنا لو سعره اعلى شويه هما الاثنين قد بعض. انت عشان توازن ده بده انت مضطر تاخد نص السيرف اللي هو سكوب واحد. السكوب واحد هنا بكام؟ ب 150 مللي جرام كافيين، وهنا ب 150 مللي جرام كافيين في السكوب، يبقى هما زي بعض. ده اغلى. اركب. حاسك مش فاهم صح؟ عايز مثال كمان؟ اديك مثال كمان. ناخد السترولين مليت. هنا السترولين مليت ايكوال 3 جرام في السيرف، 3 جرام في الجرعه. حلو جميل. هنا السعر الارخص. خلي بالك هتبص على التاني هتقول لي ده 5 جرام سترولين، انا هختار ده. ركز، ما هنا الجرعه السيرف ما بين قوسين كده بالخط الرفيع قوي هيقول لك ان السيرف ايكوال 2 سكوب. العلبه دي فيها كام سكوب يا حبيبي؟ فيها 30 سكوب. يعني العلبه دي هتكفيني كام يوم؟ 15 يوم. لو هتقارن 15 من هنا ب 15 من هنا ده يكسب، لان انا بقول لك هنا السكوب ب 3 جرام سترولين، يعني السكوبين اللي يكفوك نفس ال 15 يوم اللي هنا ب 6 جرام سترولين مش 5 زي ده. طبعا الارقام دي كلها امثله بس مش اكتر. طيب لو لقيت ان في مكمل بري ورك اوت قلبته ولقيته ان فيه كافيين، سترولين، تورين، بيتا الانين، بس مش قايل لك كام جرام من كل حاجه، سيبها لك مفتوحه. هو كده المكمل ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وبتحصل كتير في شركات عالميه، شركات من بره بتحصل. مش هقول اسامي شركات طبعا. ده يا معلم تروح لفه تاني كده وحطه على الرف وتسيبه وتشوف غيره. ده خلاص انت كده مش هتعرف تقارن، ما تعرفش اللي جواه ايه. فانت هتدفع فلوس وانت حرفيا مش عارف ان ده فيه 200 مللي جرام كافيين ولا فيه 150 مللي جرام كافيين ولا فيه 300 مللي جرام كافيين. الحته بقى اللي انت غالبا فاتح الفيديو عشانها يا سافل، الفياجرا بتشتغل على نفس المستقبلات اللي بيشتغل عليها السترولين والنيتريك اوكسيد، فبتزود البامب وضخ الدم، وده حقيقي ممكن يحسن الماسل بامب. الكلام ده فعلا شفته بعيني، كان بيتاخد في الجيمات البلدي والله، وغير البلدي كمان كان بيتاخد عشان يزود البامب، وفاكرين ان هو بيزود طاقتك في التمرين، بس طبعا هيسبب لك هبوط ودوخه ووشك هيحمر ورؤيتك هتبقى ضبابيه وصداع مبالغ فيه. طب ليه يا معلم انت كل ده عشان شويه بامب؟ غير طبعا انت لو بتتمرن في جيم ميكس فاعرف ان انت دي اخر تمرينه ليك، التمرينه اللي جايه هيطردوك. لو كملت الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان الفيديوهات الجديده توصل لك. تعمل شير لصاحبك اللي محتاج الفيديو ده، وتقول لي في الكومنتات عايزني اتكلم عن ايه الفيديو الجاي. سلام.